مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير يا رب. حلا رمضاني سهل وسريع ولذيذ وبثلاث مكونات فقط. إذا تشوفون الشكل كلش طيب كلش لذيذ، العائلة هماتين كلش حبته. بعد الإفطار نحتاج شعرية باكستانية كيس واحد فقط، راح نبدي نكسرها بإيدينا، كسرها كل زين ناعم. بعدها راح نجيب طاوة نخلي بيها خاشوقة وحدة من الدهن أو زبد أو زيت حسب اللي متوفر. راح نبدي نحمص الشعرية الباكستانية بالطاوة كل زين لحد ما يتغير لونها وتصير لون ذهبي كلش حلو. بعدها راح نضيف نص كوب من الحليب المكثف المحلى ونبني نخلط بيها إلى أن تصير كأنما عجينة متماسكة. راح نبدي نشكلها هنا بالفنجان أو بالقياس مالت الكوب أو بقالب الكليشة كلها ترهم. نبدي نحط فستق حلبي مطحون وبعدها نرص الحشوة مالت الشعرية باكستانية. شوف تتشكل بكل سهولة عبالك عجينة. نرصها بهذا الشكل، تنعجن بإيدينا أو تردون قالب كامل تخلون بيها هماتين عادي. ترهم كل الفستق الحلبي ممكن نحط شوكولاتة، ممكن نحط جوز، ممكن نحط لوز، أي شيء. هذا شكلها كلش لذيذة كلش طيبة. أتمنى تعجبكم. لا تنسوني باللايك وتعليق الحلو.